لكن أنا أعطيكم وصية 4 أشياء إذا أدمنت عليها لمدة شهر بس بيقين وبتدبر، تدبر الكلام مو هذر، بعد شهر إن بقي عندك من هذه الإشكالات شيء قل والله يا شيخ يعني للأسف كلامك ليس دقيقا، بس بدي يقينك وإدمانك وتدبرك. تدبر، أدمن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بهذه الصيغة. ورب اغفر لي وتب علي بهذه الصيغة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بهذه الصيغة. والصلاة الإبراهيمية التي هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه ال4 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب اغفر لي وتب علي بالتدبر واليقين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة الإبراهيمية التي ذكرتها لكم قبل قليل التي تبدأ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هي التي نقرأها في آخر الصلاة. هذه يا إخواني ويا أخواتي والله 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 إنها كفيلة بهدم جبال الهموم وجبال الاكتئاب والحزن والقلق. أحلف مرة أخرى أنها كفيلة بهدم جبال الهموم والحزن والاكتئاب والقلق. ما بقول جربوا، ما بقول جربوا، بل افعلوا باليقين التام وانتظروا من ربكم خيرا عظيما.